همسات في الكصبة، طفل يختفي. في تلك الأزقة الضيقة حيث تتشابك الحكايات مع الظلال، هل شعرتم بقشعريرة تسري في أوصالكم عند سماع اسم يهمس به؟ اسم يثير الرعب في القلوب، اسم يحمل ثقل الخوف والريبة. في تلك الأزقة كان الاسم ليلى. في أزقة الإسكندرية القديمة المتداخلة كان هذا الاسم هو ليلى. ليلى التي كانت تروى قصتها في همسات خافتة. هذه هي قصة ساحرة الإسكندرية، حكاية تروى بهمسات خافتة، صدى مرعب لماض يرفض أن ينسى. قصة تثير الرعب في النفوس. تبدأ قصتنا كما تبدأ معظم الحكايات المرعبة باختفاء. اختفاء طفل بريء، طفل كان يلعب في السوق الصاخبة، اختفى دون أن يترك أثرا، لم يعثر على أي دليل. تحولت الأيام إلى ليال، وتحول القلق إلى يأس، ولم يعثر على الطفل. أين يمكن أن يكون؟ هل اختفى إلى الأبد؟ ليلى الغريبة، حجاب من الغموض. على أطراف هذا العالم النابض بالحياة والفوضوي عاشت ليلى. عاشت حياة منعزلة، نادرا ما ترى في السوق، ووجهها غالبا ما يكون مغطى بحجاب داكن. همس البعض بأنها معالجة بارعة في استخدام الأعشاب والعلاجات القديمة، وتحدث آخرون عن أضواء غريبة تنبعث من مسكنها ليلا، تصاحبها تراتيل بلغات غير مألوفة. كانت ليلى لغزا، أحجية لم يتمكن سكان المدينة من حلها، والخوف كما هو الحال غالبا ترسخ في المجهول. ظلال تطول، أحداث غريبة تجتاح الإسكندرية. ثم بدأت الهمسات، فسد الحليب بين عشية وضحاها في منازل قريبة من مسكن ليلى. ذبلت المحاصيل وماتت على الرغم من جهود المزارعين الحثيثة. صياد سمك غامر بالخروج إلى المياه الهادئة عاد شاحب الوجه زاعما أنه رأى شخصية سوداء كظلام الليل ترتفع من الأعماق. كل مصيبة وكل حدث غريب كان ينسج في نسيج الخوف المحيط بليلى. ازدادت الهمسات علوا وإلحاحا حتى أصبح اسم ليلى ينطق بمزيج من الخوف والاتهام. في كل زاوية وفي كل شارع كانت هناك قصص تروى عن ليلى. البعض قال إنها ساحرة، والبعض الآخر اعتقد أنها ضحية لعنات قديمة، لكن الحقيقة كانت أكثر غموضا وأكثر رعبا. ليلى التي كانت تعيش حياة هادئة وجدت نفسها في قلب عاصفة من الشكوك والخوف. كل يوم كانت الأحداث تزداد غرابة والهمسات تزداد قوة. الاتهام، الخوف يسيطر على المدينة. عندما اختفى الطفل تحولت الأنظار على الفور نحو مسكن ليلي، الواقع بشكل غير مستقر على جرف يطل على البحر. تحولت الهمسات إلى صيحات. لقد أخذته صرخ إنها ساحرة تسرق أطفالنا. انتشر الخوف القوي والمعدي في الكصبة كالنار في الهشيم. أصبح الطفل المفقود رمزا لمخاوفهم العميقة، تجسيدا لمخاوفهم غير المعلنة. أصبحت ليلى الغريبة كبش فداء تجسيدا لرعبهم. اكتشاف مروع، العثور على الطفل المفقود. بعد أيام من البحث المحموم اكتشف صياد سمك اكتشافا مروعا. لقد عثر على جثة الطفل ملقاة على الشاطئ، مغطاة بالرمال والأعشاب البحرية. كانت عين الصبي مفتوحتين على اتساعهما برعب يتجاوز الموت، وجسده الصغير يحمل علامات غريبة كأنها رموز محفورة على جلده. أثار الاكتشاف موجة صدمة بين السكان المرعوبين بالفعل. كانت العلامات مختلفة عن أي شيء رأوه من قبل، مما أجج نيران الخوف والريبة. بدأ أن الأدلة على الرغم من أنها ظرفية تشير إلى ليلى، وهي امرأة غامضة كانت تعيش على أطراف القرية.
كانت ليلى معروفة بممارساتها الغريبة، مما زاد من الشكوك حول تورطها في هذا الحادث المأساوي. الحساب غوغاء يبحث عن العدالة. مدفوعين بالحزن والغضب الأعمى، انقض غوغاء على مسكن ليلى المتواضع. كانوا عازمين على إقامة عدالتهم الخاصة، مقتنعين بذنبها، مسلحين بالمشاعل ومدفعين بالخوف. اندفعوا نحو بابها، وصدحت صيحاتهم للانتقام في الأزقة الضيقة. ولكن عندما كسروا الباب أخيرا قوبلوا بصمت مخيف. إرث من الخوف، حكاية الساحرة باقية. مرت السنوات، واستمرت الإسكندرية في الازدهار ونبض قلبها القديم بالحياة. لكن قصة ليلى ساحرة الإسكندرية رفضت أن تنسى. بقيت كامنة في الظلال، تهمس بها من جيل إلى جيل، تذكيرا مرعبا بالظلام الذي يمكن أن يكمن تحت سطح أكثر المدن حيوية. كانت الأمهات يستحضرن اسم ليلى لإسكات أطفالهن المشاغبين، وكان الصيادون يتجنبون الجزء من البحر الذي عثر فيه على جثة الطفل. الحقيقة في الظل، مدينة تطاردها ماضيها. هل كانت ليلى ساحرة حقا، قادرة على ارتكاب الأفعال المروعة المنسوبة إليها؟ أم أنها كانت مجرد كبش فداء مناسب، غريبة أصبحت هدفا سهلا لمجتمع يستهلكه الخوف والحزن؟ تبقى الحقيقة المغطاة بضباب الزمن لغزا. لكن أسطورة ساحرة الإسكندرية، الحكاية التي تهمس في الظلال، لا تزال تطارد المدينة، تذكيرا مرعبا بأن